بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة تنبهوا إلى هذا الضم والإرجاع، يحتاج إلى دربة ومهارة. ويؤتوا الزكاة، تنبهوا إلى هذا. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وذلك دين القيمة. وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. أولئك هم شر البرية. أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها
تحتها الأنهار خالدين فيها جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا ضي. تنبهوا إلى أن الضاد حرف مستعل مطبق، وبالتالي يكون أشد تفخيما من الحرف المستعل المنفتح، فيراعى هذا الأمر كما قال الإمام الجزري: وحرف الاستعلاء فخم وخصوصا لإطباق أقوى نحو قال والعصا، فنخص الحرف المستعلي المطبق بزيادة تفخيم عن الحرف المستعلي المنفتح، فلا نقول ضي وإنما نقول ضي. رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها. نتنبه في كلمة الأرض إلى ترقيق الهمزة وتفخيم الراء، فلا نقول الأرض الآ، وإنما نتنبه إلى ترقيق الهمزة، ثم نتنبه بعدها إلى تفخيم الراء. را. إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها. نتنبه إلى ضبط صوت الخاء، فلا نقول هذا صوت مصاحب لصوت الخاء يشبه صوت الشفير، وهذا خطأ شائع في نطق حرف الخاء، بل نتنبه إلى ضبطه بهذه الكيفية. هذا هو صوت الخاء الفصيح. وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها يومئذ. نتنبه هنا أن يكون صوت الياء ممزوجا بالغنة، فيكون نصف الصوت لحرف الياء ونصف الصوت للغنة، فلا يطغى أحدهما على الآخر، فلا نقول مثلا يومئذ فيكون ياء صافية، ولا نقول يومئذ فتكون غنة صافية من غير ياء، بل لا بد من امتزاج الصوتين بنسبة متساوية. يومئذ ولا نقول يا يص
يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة. تنبهوا هنا في ضبط صوت الألف بعد القاف ألا نضم فيه الشفتين، فلا نقول مثقا، هذا خطأ. ثم إلى عدم توليد أكثر من راء، فلا نقول ذرة. نتنبه إلى هذين الأمرين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا. والعاديات ضبحا. ليس ضا 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 ضا. تنبهوا إلى هذا. والعاديات ضبحا. والعاديات ضبحا. فالموريات قدحا. فالموريات قدحا. فالمغيرات صبحا. فالمغيرات صبحا. فأثرن به نقعا. فأثرن به نقعا. فوسا. انتبهوا، ولا نقول فوسا فوسطنا فوسطنا فواصا، وإنما فوسا فوسطن به فوسط سط سط فوسطن به جمعا. فوسطن به جمعا. ولا نقول الإنسان، وإنما نكسر نعطي الهمزة حقها من الكسرة. إن الإنسان لربه لكنود. إن الإنسان لربه لكنود. وإنه على ذلك لشهيد. وإنه على ذلك لشهيد. وإنه لحب. تنبهوا إلى إتمام الحركات هنا. وإنه لحب الخير لشديد. وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا تنبهوا ولا نقول بعثر. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. وحصل ما في الصدور. وحصل ما في الصدور. إن ربك
ربهم بهم يومئذ لخبير. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. القارعة. نتنبه لأمرين: أولا إلى عدم ضم الشفتين عند النطق بحرف القاف أو عند الألف أيضا، فلا نقول القا هكذا القا ظانين أننا نفخم، فنتنبه لهذا الخطأ الشائع. الأمر الثاني ألا نفخم الهاء، فلا نقول القارعة وإنما لا بد أن تكون الهاء مرققة. القا، لاحظوا لا تضم الشفتان، القا فقط فتح للفم عند حرف الألف من غير ضم للشفتين. القارعة. القارعة. ما القارعة. ما القارعة. وما، انتبهوا إلى ضم الشفتين. وما أدراك ما القارعة. وما أدراك ما القارعة. يوم يكون، انتبهوا، النون الأولى مضمومة، ثم نمر إلى نون ساكنة لا بد فيها من إرجاع الشفتين إلى وضع السكون، ثم نفتح الفم عند النون الثانية. يكون واضح؟ يوم يكون الناس كالفراش بدون ضم للشفتين، كالفراش المبثوث. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. نتنبه عند حرف الثاء وهو مهموس بأن نصوت من المخرج، فيخرج صوت الثاء من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، فنحذر من نفخ الخدين عند نطق الثاء الساكنة، كما يحصل خطأ عند البعض فيقول المبثوث، فينفخ الخدين عند النطق بحرف الثاء الساكن أو المتحرك، وهذا خطأ. فلا بد من التصويت من المخرج، أي الاعتماد على نقطة تصادم طرفي عضو النطق في إنتاج صوت الحرف. كالفراش المبثوث. كالفراش المبثوث. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت انتبهوا إلى الانتهاء من زمن الهمس وأداء صفة الهمز لحرف التاء، ثم ننتقل إلى الميم فنقول ثقلت. انتهينا من الهمس، نبدأ مباشرة بالحرف التالي. فأما من ثقلت ما واضح؟ ولا نجعل فاصلا زمنيا أو ندمج الحرفين مع بعضهما، فنقول ثقلت ما بدون أن نعطي الميم حقها من الزمن والثاء حقه من الهمس. ثقلت موازينه. فأما من ثقلت موازينه. فأما من ثقلت موازينه. فهو في عيشة راضية. فهو في عيشة راضية.
وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية فأمه هاوية وما أدراك بدون ضم للشفتين لا نقول را وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية. انتبهوا إلى صوت الياء. الياء هنا الياء المفتوحة نار حامية. الياء هنا ماذا؟ ياء متحركة بالفتحة، وبالتالي فمخرجها محقق أم مقدر؟ مخرجها محقق، لذا لا بد من الانتباه لتحقيق مخرجها. فلا نقول حامية مية 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 فتكون كسرة الميم قد أدمج فيها صوت الياء المحققة، بل لا بد من الاعتماد على مخرج الياء الذي هو في وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى. فنقول حامي يا يا يا، لا بد أن يسمع هذا الصوت عند نطق الكلمة. نار حامية نار حامية